هو ثاني اثنين في الأخلاق. أخلاقه قريبة جدا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يصل إلى النبي أحد صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر قريب من النبي. أقرب إنسان من النبي في الأخلاق أبو بكر الصديق. وكلنا يذكر خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لها زملوني زملوني، فماذا قالت له خديجة؟ قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات ذكرتها خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خرج أبو بكر مهاجرا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى لقيه شخص يقال له ابن الدغنة، وهو أمير بلد على طريق الطائف. فابن الدغنة لقي أبو بكر الصديق قال ما لك؟ قال أسيح في الأرض أعبد الله. قال سبحان الله، مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. الصفات التي ذكرتها خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن الدغنة في أبي بكر الصديق.